ازاي تعمل محضر من خلال خطوات بسيطة، سواء من تليفون او لابتوب يكون متوصل بالنت. في خلال 5 دقايق هتكون عملت المحضر بتاعك وتاخد كمان رقم ليه. اول حاجة هندخل على موقع النيابة العامة زي ما حضراتكم شايفين كده، ندخل على الرئيسية وندخل بعد كده على الشكاوى الإلكترونية. طيب أول حاجة هندخل على مقدم العريضة، طبعا هتبقى بنفسه عشان انت مش محامي اللي يكون بيقدم. لو محامي طبعا بيبقى وكيل عنه. رقم القضية لسه ما مفيش رقم القضية. بعد كده سنة القضية لسه، المحافظة بتكتب المحافظة بتاعتك، وجهة القيد أو قسم الشرطة، اسم الشرطة اللي حضرتك تابع ليه. بعد كده النيابة الكلية، النيابة الجزئية، ده طبعا عشان مفيش رقم عريضة فانت في الحالة دي مش هيظهر لك ده. إلى المكتب الفني، تختار المكتب الفني. بعد كده تختار، هتشوف انت جنح إداري، مخالفات، جنح طفل، عوارض، جنح اقتصادية. هتحدد الحاجة اللي انت بتعملها او بتقدمها. بعد كده موضوع العريضة هتكتب التفاصيل، مثلا حد بيشتمك حيث انني تعرضت مثلا لكذا كذا كذا، او انت مثلا بتشكو حد بيعمل لك مشكلة او كذا كذا. تمام، ايا كان نوع الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. بيانات مقدم العريضة بتحط هنا مثلا الاسم زي ما حضراتكم شايفين كده، الاسم، صفة مقدم الطلب، شاكي، نوع الهوية، بطاقة رقم قومي. بتكتب الرقم القومي هنا، الاسم الأول، التاني، التالت، الرابع. بعد كده الجنس ذكر أو أنثى. بعد كده السن. وبعد كده بتكتب تاريخ الميلاد. بعد كده بتكتب بريد إلكتروني ورقم التليفون والعنوان والمهنة. وبعد كده تروح دايس إضافة مقدم العريضة. طبعا عشان أنا مش كاتب فطبعا الحاجات دي كلها مطلوبة، بيانات مطلوبة. طيب طبعا ده ديمو عشان عشان تبقى عارف انت بتعمل ايه. بعد كده بتضيف مستند، مثلا بتضيف مستند اثبات الصفه او الشخصيه، بتضيف صوره البطاقه بتاعتك، بس لازم تكون حجم البطاقه اقل من 500 كيلو بايت. بعد كده مقابل الخدمه يبقى 20 جنيه. حضرتك طبعا عشان بتكتب وافق على الشروط والاحكام هنا. وبعد كده بتكتب الكود اللي بيظهر لك، زي الكود ده كود تعريفي او كود تاكيدي. بعد كده بتكتب تقديم العريضه. بعد ما تقدم العريضه بيقول لك معلومات الدفع، وتقدر بعد كده تدفع وهتاخد رقم العريضه اونلاين، وتبقى انت قدمت البلاغ بتاعك وانت قاعد في البيت بكل اريحيه وسهوله. فولو ولايك واستنوا في معلومه قانونيه جديده.